أنا عمال أقع وارتكب ذنوب كتير في حياتي ومش عارف أعمل إيه. هل ربنا سبحانه وتعالى هيتقبلني مع الناس المصلين والصائمين واللي بيذكروا ربنا واللي بيعملوا كل الحاجات دي؟ ده أنا ما سبتش باب للمعاصي إلا ودخلته، ده أنا ما سبتش واحدة في الشارع إلا وعكستها، ده أنا ما سبتش باب شر إلا وكنت فيه. هل ربنا هيتقبلني؟ يا جماعة والله أنا ملاقي حل، مش عارف أعمل إيه. أنت ليه تعب نفسك؟ ليه مرازي في نفسك؟ يا حبيبي انت عندك رب كريم، عندك رب منعم، عندك رب عظيم، والله العظيم يغير حالك في ثانية. قول له يا رب كرهني في ده، يا رب يا رب خليني ابعد عن ده، يا رب يا رب اجعلني من المصلين، يا رب ابعدني عن طريق الشهوة والمعاصي، يا رب قربني لدينك. احنا مش ملايكة يا حبيب قلبي، ليه ما بتدقش على باب ربنا وهو هيفتح لك الباب ويتقبلك؟ يا حبيبي لو ربنا ادالك وادى لاختك ولاخوك ولاهلك ولاصحابك ولعيلتك وكل اللي انت تعرفهم في حياتك، لو ادالهم اللي هم عايزينه كله لا ينقص من ملك الله شيء. انت بتطلب من الكريم من المنعم، جرب الباب ده مع ربك، اتكلم معاه، فضفض له واحكي له. والله العظيم اقول لك على حاجه، مش محتاج كمان تحكي له، محتاج بس تسجد لربنا شكر وتعيط وهو سبحانه وتعالى مطلع على اللي في قلبك، تعيط بالدموع تقول له يا رب غيرني للاحسن. انا عارف ان ده مش الطريق الصح، وانا عارف اني مش موجود في الدنيا عشان الطريق ده. قول له يا رب اختار لي ولا تخيرني، انا ما اعرفش حاجه. قول له يا رب دلني على الطريق الصح برحمتك وبسعة جودك وعلمك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.